حتى لو مفيش لبن ولا بيض هنقدر نعمل احلى كيك نباتي. هنا المكونات اللي احنا هنحتاجها: هحتاج كوباية ونص من الدقيق، كوباية لبن نباتي يكون سخن، كوباية من الزيت، نص كوباية سكر، 2 معلقة كبيرة كاكاو، و2 معلقة من النسكافيه، كيس بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ذرة ملح، ومعلقة من الخل. هنا بقى انا هضيف اللبن السخن، ولو تاخدوا بالكم ان انا حاطه اللبن في كوبايه ازاز لاني ما ينفعش طبعا نحطه في البلاستيك. وهضيف النسكافيه، وهضيف السكر، وهضيف الزيت والفانيليا. بعد كده هنبتدي نقلبهم مع بعض، بس اهم حاجة نتأكد ان السكر داب معانا والمكونات كلها امتزجت مع بعض. هبتدي دلوقتي هنضيف مع بعض الدقيق. طبعا الدقيق انا هنا كنت نخلاه، مهم جدا ان احنا ننخل الدقيق عشان يبقى الكيك معانا هش كده وجميل. والخل، معلقة من الخل، وذرة من الملح، وكيس البيكنج باودر، بيكنج صودا. وهنا انا ضفت الكاكاو، وطبعا انا بنخله علشان خاطر لو في اي تكتلات. وهبتدي ان انا هقلبه مع باقي المكونات. شايفين القوام حلو جدا ازاي؟ روعة. شايفين قوام الكيك؟ شايفين هشه جميل ازاي؟ في حد يصدق ان دوت كيك نباتي؟ المكونات اللي احنا هنحتاجها عشان خاطر نعمل الكريمة اللي هضيفها على الكيكة: معانا 4 كوبايات لبن صيامي، 4 معالق كبار نشا، معلقتين كبار دقيق، نص كوب سكر، معلقة كبيرة زيت نباتي، فانيليا، معلقتين من النسكافيه. هنبتدي بقى نشتغل على البارد، وبعد كده هرفعهم على البوتاجاز. ضفنا السكر، وهضيف كمان النسكافيه، هضيف الدقيق، وهضيف النشا، والنسكافيه، ومعلقة الزيت، واللبن، وهنقلبهم كويس جدا. وبعدين هنبتدي ارفعهم على النار. هبتدي دلوقتي اقلب في الخليط زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هرفعه على النار. هبتدي دلوقتي ان انا هقلب الخليط كويس جدا وهو على النار. هفضل اقلب في الخليط لحد لما يبتدي قوامه كده تقيل معايا شوية، مش سايب، لا هيبتدي يتقل شوية. طبعا انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزة قوام كده حلو،
زي الكريمي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ ولا تقيل قوي ولا اللي هو يبقى خفيف. حلو جدا. هنا بقى عايزين نسقي الكيك. معايا لبن وهضيف عليه نسكافيه ومعلقتين من السكر وهنقلبهم كويس جدا، وبعدين هضيفهم على الكيك. هبتدي دلوقتي. جبت عصاية الشيش طاووق وهنعمل فتحات في الكيك. وطبعا الخليط اللي انا كنت عاملاه اللي هو اللبن والنسكافيه والسكر ضفته على الكيك عشان يديها طراوة. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة شايفين قوامها جميل جدا. هبتدي ان انا هضيف الكريمة على الكيك، ومهم جدا الكيك ما يبقاش سخن. لما بعمل الكيكة بسيبها ان هي ترتاح شوية وما تبقاش سخنة. تمام. زي ما انتوا شايفين انا هنا بضيف الكريمة على الكيك، وببتدي بهز الصينية كده علشان خاطر تبقى متساوية. الله، روعة. بعد كده انا هدخلها التلاجة 4 ساعات، ولما تخرج هوريها لكم. هنا الكيك بعد ما طلعته من التلاجة، وطبعا الكيك مسك نفسه. هبتدي دلوقتي احط له شوكليت، يعني هيدي منظر جمالي وكمان هيدي طعم جميل جدا. تمام. بعد كده بقى انا هضيف عليها صوص شوكولاتة. الصوص الشوكولاتة ده انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناة، وهنزل لكم اللينك بتاع الصوص الشوكولاتة عشان تعملوه. هنا بقى الكيكة بعد ما طلعتها من التلاجة هبتدي دلوقتي اضيف عليها صوص شوكولاتة. هنا دي ازازة كاتشب، انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وعملت الصوص وضفته فيها. هتشوفوا دلوقتي الصوص جميل ازاي. شايفين؟ تحفة. هبقى انزل لكم الطريقة بتاعته، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناة. بجد يعني روعة. تعالوا بقى نقطعها. انا عايزه اقول لكم ان مش انا عليا اقطعها، بس طبعا هتروح مننا فين، لازم نقطعها وناكلها. شايفين الكيك عالي ازاي؟ وفي نهاية الفيديو اتمنى فعلا النهاردة يكون الفيديو يكون عجبكم، وطريقة الكيكة كانت حلوة وكانت سهلة والطريقة كانت بسيطة. واتمنى فعلا لو انتوا اول مرة تشوفوا الطريقة بتاعتي اكتبولي في التعليقات، واشوفكم على خير. باي باي.